السلام عليكم متابعيني الكرام، أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم سمر. النهاردة إن شاء الله عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم عن فوائد الرمان. الرمان معروف من زمان، والبعض بينسب موطنه إلى مصر أيام الفراعنة، وكان بيطلق عليه اسم الفاكهة الملكية، لكن المرجح إن الموطن الأصلي للرمان هو إيران اللي هي بلاد فارس. كمان كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الرمان في القرآن الكريم، تم ذكره 3 مرات في سورة الرحمن والأنعام، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيها فاكهة ونخل ورمان. الآية دي في سورة الرحمن. لكن النهاردة كلامنا على الرمان هيكون من المنظور الطبي، علشان كده ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن اهم 10 فوائد طبية للرمان، كمان هنتكلم عن اهم 5 اضرار للرمان، وهنتكلم كمان عن محتويات الرمان وهل يصلح تناوله لمريض السكري ام لا، وهنتكلم كمان عن فوائد الرمان. وكمان في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة جدا، هل الصح ان احنا نتناول الرمان سليم ام عصير؟ يلا بينا نروح نشوف اول نقطة معانا النهاردة اللي هي محتويات الرمان. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد لو اول مرة بتتفرجوا عليا. هنتكلم اولا عن محتويات الرمان. اولا لو جبنا ثمرة رمان كاملة هنلاقي محتوياتها عبارة عن 234 سعر حراري، لذلك الرمان غير مفضل نهائيا اثناء الرجيم او الدايت او الحمية الغذائية، وده نظرا لارتفاع سعراته الحرارية. لكن لو اكلناه بكميات قليلة مفيش مشكلة، لانه غني بفيتامينات كثيرة ومعادن كثيرة ايضا، بالاضافة ان اكثر من 75% من محتواه عبارة عن مية. وايضا الرمانة الواحدة يا جماعة بتحتوي على 52 جرام كربوهيدرات، وكمان بتحتوي على 11 جرام الياف و38 جرام سكر. كمان الرمانة الواحدة بتحتوي برضو على بوتاسيوم وفيتامين سي اللي بيقوي جهاز المناعة، وبتحتوي على كالسيوم اللي هو طبعا مهم جدا للعظام، وبتحتوي على مغنيسيوم، وبتحتوي على حمض الفوليك اللي اتكلمنا في فيديوهات سابقة قبل كده وقلنا قد ايه حمض الفوليك مهم جدا للمرأة الحامل لانه بيمنع من تشوهات الأجنة. كمان الرمان بيحتوي على فيتامين كاف اللي هو اتكلمنا عليه برضو في فيديوهات سابقة قبل كده. طيب تعالوا بقى مع بعض نروح لفوائد الرمان. اول فايدة معانا النهاردة رقم 1، الرمان مفيد جدا لمرضى الضغط. كمان رقم 2، الرمان بيعمل على تقليل الكوليسترول الضار، وبيعمل على تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية. رقم 3، الرمان مفيد جدا للثة والفم، وذلك لأنه مفعول مضاد للبكتيريا، وأيضا مضاد للفطريات، وأيضا مضاد للالتهابات. فالرمان بيحمي من التهابات اللثة، وبيحمي من فطريات والتهابات الفم، عشان كده هنلاقي بعض شركات معاجين الأسنان بتضيفه في منتجاتها، كمان بيحطوه في غسول الفم. رابع فايدة معانا النهاردة، الرمان مكافح لسرطان البروستاتا، وده لأنه بيقلل من تكاثر الخلايا السرطانية. خامس فايدة معانا النهاردة، الرمان له مفعول قوي كمضاد للالتهابات، فبيعمل ايه؟ بيعمل على تقليل ألم التهابات المفاصل وخشونة الركبة. سادس فايدة للرمان يا جماعة معانا النهاردة انه بيحسن من القدرة الجنسية. سابع فايدة، تعزيز الاداء الرياضي. البعض مننا يا جماعة لما بيمارس اي نوع من الرياضة ممكن يشعر بالتعب والارهاق بعد فترة قصيرة من بدء التمرين، عشان كده لو تناولنا كوب من عصير الرمان قبل التمرين بساعة ده هيعزز ويقوي من قدرة تحمل العضلات ومش هنتعب بسرعة. تامن فايدة معانا النهاردة، الرمان مفيد لصحة الجهاز الهضمي، وده لأنه بيقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة. ده غير ان الالياف اللي في الرمان غذاء مثالي للبكتيريا النافعة اللي في جسمنا. تاسع فايدة معانا النهاردة، الرمان بيساعد على تقوية الذاكرة والحماية من الإصابة بمرض الزهايمر. عاشر فايدة معانا النهاردة، الرمان مفيد لتقوية الشعر ونعومته، وده لأن زيت الرمان مفيد جدا لأنه بيقوي بصيلة الشعر، كمان بيساعد على نعومة الشعر. ولو دورنا يا جماعة على فوائد الرمان على النت أو في أي كتب بره أو في أي مكان هتلاقوا فوائد أكتر بكتير من اللي أنا قلتها لكم دلوقتي. تمام، نيجي بقى للسؤال المهم والأهم في حلقتنا النهاردة، هل يصلح تناول الرمان لمرضى السكري أم لا؟ هنا بقى الإجابة على السؤال ده هتكون على حسب طريقة تناول الرمان. لو هناكل الرمان كده سليم مفيش مشكلة، أما لو هنشربه كعصير هيكون فيه سكر، فهنا
ما نكترش منه، لانه طبعا هيرفع مستوى السكر في الدم، لان زي ما قلنا في بداية الفيديو ان ثمرة الرمان الواحدة بتحتوي على 38 جرام سكر، بالك بقى لما نشربه عصير. طيب تعالوا مع بعض نروح برضو نشوف أضرار الرمان. خلينا كده نكون متفقين بشكل عام إن الرمان طعام آمن وملوش أي أضرار طالما أكلناه أو شربناه بكميات معتدلة. طب إيه هي الكميات المعتدلة دي؟ هي من كوب أو ل2 كوب يوميا، سواء هناكل الرمان أو هنشربه، لكن ده للشخص العادي. أما لمريض السكر لو كترنا أو أفرطنا في تناوله طبعا هيعمل مشاكل جامدة جدا. تعالوا بقى نروح لأهم 5 أضرار للرمان معانا النهاردة. رقم 1 حدوث قيء وغثيان وأحيانا إسهال، وده في حالة الإفراط في تناوله هيسبب أو هيتعب الجهاز الهضمي. تاني ضرر معانا النهاردة زيادة الوزن. قلنا في أول الفيديو إن الرمان غني جدا بالسعرات الحرارية، وإن الرمانة الواحدة فيها حوالي 234 سعر حراري. تالت ضرر معانا النهاردة حدوث حساسية وحكة في الجلد، بس ده هيكون للأشخاص اللي عندهم حساسية من حبوب اللقاح. رابع ضرر معانا النهاردة ارتفاع السكر، علشان كده قلنا إن الرمانة الواحدة بتحتوي على 38 جرام سكر، عشان كده مريض السكر يكون حذر ويفضل تناول الرمان سليم ومش عصير، ما يشربوش كعصير مريض السكر. خامس ضرر معانا النهاردة ان الرمان احيانا بيتعارض مع بعض الادوية زي ادوية الكوليسترول وادوية الجلطات، عشان كده لازم نستشير الدكتور او الطبيب بتاعنا، وفي نفس الوقت نقلل من تناول الرمان في الحالات دي. طيب السؤال المهم بقى في حلقتنا النهاردة، الافضل ايه، نشرب الرمان كعصير ولا ناكله؟ للشخص الطبيعي يفضل شرب عصير الرمان، تمام، لكن لمريض السكر يفضل أكله وبرضه عدم الإفراط فيه. خلاصة حلقتنا النهاردة، الرمان ما شاء الله ليه فوائد عظيمة كتير كتير زي ما اتكلمنا مع بعض النهاردة. قلنا الرمان مفيد لمرضى الضغط ومفيد للكوليسترول وبيحارب سرطان البروستاتا وبيساعد في تقليل وعلاج ألم خشونة الركبة، مفيد للثة والفم، محسن للقدرة الجنسية، يعزز الأداء الرياضي، مفيد لصحة الجهاز الهضمي، مفيد لتقوية بصيلات الشعر ونعومته. ما شاء الله يا جماعة النهاردة قلتلكوا فوائد عظيمة ورهيبة. ربنا أبدا ما خلق لناش حاجة إلا سبحان الله لما يكون ليها فوائد عظيمة جدا جدا، وخاصة الرمان لأنه تم ذكره في القرآن الكريم. بتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو بتاعنا النهاردة، وبتمنى ان انتوا تكونوا منسيتوش هتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس لو اول مرة بتتفرجوا عليا عشان يوصلكم مني كل جديد. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع ام تسنيم، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جاية كتيرة عشان نستفيد مع بعض كلنا بإذن الله. ودايما يا رب كده تكونوا في احسن حال. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.